الميديا سهام صالح. انا جايه لك عشان متضايق بصراحه. لما بسمع حد بيقول مستحيل بفتكر زيزو، قال ساعتها مستحيل وراح الاهلي. بس ده مش غلط، بس دلوقتي الاحتراف بقى اهم من لون التيشيرت حتى لو الواحد اتربى جوه النادي. عشان كده لما حضرتك بتسالي هل نشوف بن دايج جنب زيزو وامام وبن شرقي، وارد جدا، لان لما اللعيب بيحس مكانه اللي هو فيه مفيهوش امان فطبيعي يفكر في مستقبله الاول، وده لعيب محترف في الاول وفي الاخر. واحنا كجمهور شايفين لعيبه كتير مش عايزين يتجددوا واكنهم ناسيين ان النادي ده هو اللي عملهم. ويمكن عشان صغيره حسها زياده شويه حبتين، بس بجد الانتماء بقى حاجه قليله قوي في الايام دي. وده اللي يبني باحلى مزيكا احلى مذيع في الدنيا. سمعت راي الناس؟ البنوته الزملكاويه دي انت لازم تجي لي. بعدين انا عجبتني قوي. قمر ده قمر عجبني. وبعدين وفهمانه. تجي لي انت ان شاء الله. كوره مع فريده بتقول ربنا يخليكي يا رب، انا بحب طريقه كلامك وانا كمان ميرسي. بتقول لك بالنسبه لبنتايج شدني جدا الحوار اللي مفتوح على البنتايج، ممكن نشوفه في الاهلي. اللي بيوجع جمهور الزمالك مش انه مشى بس، الوجع انه لاعب بالقيمه دي يفسخ عقده والزمالك محتاجه، وده نفس اللي حصل مع زيزو وامام وغيرهم. وحتى لو في خطوات للسداد، ليه احنا كجمهور بقينا مش حاسين بالامان مع اي لعيب مهم؟ فنيا بنتايج لاعب عالمي ومتعود على الضغط، وطريقته مناسبه جدا للاهلي لانهم محتاجين باك شمال جاهز فورا. هل ممكن نشوفه هناك؟ ايوه وارد، بس اللي احنا مستنيينه ان الزمالك يستقر قبل ما نخسر حد تاني، واحنا كجمهور زمالك ورا الكيان حتى لو هنلعب بناشئين. بص لسهام، انت اعتقد انها ماشيه مع فكرتك انه الجمهور يستحمل، احنا كجمهور هنستحمل، هي بس يستحمل مع ناس بتشتغل صح.